وانا مش شمتان، والله انا مش شمتان. ده انا اكتر واحد في الدنيا دي فرحان. الزمالك بيتعادل مع بيراميدز او بيراميدز بيتعادل مع الزمالك. انا طبعا مش شمتان اصلا، يعني هو ده كله في مصلحة الاهلي، بس فكرة ان بيراميدز صرف مليارات الجنيهات عشان يجيب فرقة تقدر تنافس على الدوري المصري وتنافس على بطولات عموما، يعني كاس مصر حتى هو مش عارف ياخده. سيبك من الدوري كمان، انما يروح الدوري ومش عارف يفوز على الزمالك وبأقل سكواد في الزمالك. ومش كده بس، الزمالك اصلا لسه مهزوم من سولر اللي هو اصلا نادي مش على الخريطه عموما. انا عايز افهم الحته دي، حد يفهمني. انت كبيراميدز تروح تتعادل مع الزمالك؟ دي مشكله، دي مصيبه كبيره اصلا. انت راجل لميت لعيبه مصر كلها، لعيبه مصر، ومش لعيبه مصر بس، ده لعيبه الكره الارضيه كلها عشان تقدر تفوز بالدوري. في اول مباراه ليك انت لعبت الشوط الاولاني كويس جدا، واسوريو هو اللي ساعدك على كده. بس فكره ان انت مش عارف تفوز على الزمالك دي مصيبه. مصيبه ان انت مش قادر تفوز على الزمالك باقل سكواد ليه. مش معنى كده ان انا بقلل من الزمالك، بالعكس. الزمالك النهارده بيقول لك ان انا لو عندي سكواد والله هياخد البطولات كلها. يا جماعه، انديه البطولات او انديه اللي هم الجماهير عموما، والانديه اللي هي التاريخيه زي الزمالك والاهلي، ما ينفعش، لا غنى عنها. لا غنى عنها في الدوري المصري، لا غنى عنها اصلا في كتب التاريخ عموما، لا غنى عنها في اي حاجه. الناس دي او الزمالك والاهلي في بطولات افريقيا لازم يكون اسمهم موجود. الزمالك والاهلي في الدوري العام لازم يكونوا موجودين. انما انت تيجي من بيراميدز وجايب سكواد، ما لميت اللعيبه كلها اللي في الكره الارضيه عشان تقدر ان انت تفوز على الزمالك، مش عارف تفوز على الزمالك، دي مصيبه. وحتى مع الاهلي انت بتروح عشان تفوز على الاهلي، تفكيرك كله ان انت تفوز الماتشات دي بس وخلاص. عموما احنا هنشوف انت هتعمل ايه في المباراه الجايه. نيجي لاوسوريو للزمالك. اوسوريو انا نفسي اعرف اللي في دماغك ايه، يعني انت كاوسوريو اللي في دماغك ايه عموما؟ يعني تفكيرك ايه، بتفكر في ايه؟ ممكن انت ليك تفكير حلو، ممكن انت خططك حلوه، ممكن تشكيلاتك هي المشكله، ممكن اللعيبه معاك هي اللي بتظلمك. بس فكرتك ايه في الكوره عموما؟ انت بتقابل اقوى سكواد يعتبر في الدوري مع الاهلي. انت ممكن تنزل زي موسيماني في زمان او السنه اللي فاتت او من سنتين، عمل حركه، لعب زون ديفنس ولعب على الهجمه المرتده وقدر يفوز ثلاثه. ده شيء طبيعي، يعني انت ممكن تعمل الحركه دي وتقدر تفوز بالماتش. انما انت تنزل لا انت عارف انت بتعمل ايه، ولا تفكيرك كله عامل ازاي، تشكيلتك غلط، بتلاعب رؤى والسيسي اللي هم هيشيلوا جماهير الزمالك. والله هيشيلوهم. انا في واحد صاحبي بعت لي بيقول لي يا اخي هيشيلونا، الناس دي هتشيلنا. رؤى والسيسي دول ده صعب ان هم يلعبوا في الزمالك. غير كده، نيجي للحاجه الاخيره، رمضان صبحي. رمضان صبحي انت كنت رايح وبتقول انا عندي الطموح ورايح بيراميدز عشان تبقى انت النجم الاوحد والاول والسابع عصرك هناك. انت طبعا كنت رايح عشان كده. انت دلوقتي قاعد على الدكه ليه؟ انا عايز افهم تفكيرك ايه. يعني انت راجل كنت النجم. طب مش هنتكلم عن احمد فتحي وعن شريف اكرام والناس دي. انت راجل كنت رايح 24 سنه او 25 سنه عشان تكون نجم في بيراميدز. فين انت؟ ده انت قاعد على الدكه، ده انت نازل في الاخر، حطيت جون حلو. بس معنى ان انت تقعد على الدكه دي مش مصيبه ليك ومشكله ليك كبيره. انت راجل كان طموحك ان انت رايح تلعب سنتين وبعد كده تروح تحترف بره في اوروبا، وكان واتكلمتوا كتير عن الكلام ده. مفيش، انت قاعد على الدكه. اهم حاجه الف مبروك التعادل لبيراميدز الاول، لان بيراميدز هو اللي اتعادل مع الزمالك. وهارد لك للزمالك، مع ان انا عارف ان جمهورهم فرحان ان هم اتعادلوا. بس الزمالك كبير كبير باسمه وممكن يفوز باسمه طول ما انت بتلعب وراك جمهور، وطول ما انت بتلعب وراك اسم الزمالك هتقدر تفوز. ده كان كلام النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، بشكركم والقاكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم في التسعين.